4 حاجات ما ينفعش تقولهم لزمايلك في الشغل أو أصحابك في الشغل مهما كنت واثق فيهم. أول حاجة، أنا ناوي أسيب الشغل. لو أنت بتدوّر على شغل أو مستني offer أو أي حاجة زي كده، لو أنت جيت تحكي لزمايلك ممكن الكلام ده يتسرب للإدارة أو يتسرب لمديرك وتلاقي نفسك في موقف أنت مش جاهز له. تاني حاجة، ما تتكلمش مع مرتبك مع زمايلك، لأن أنت ممكن تعرّف حد مرتبك وتقول أنا باخد كذا أو باخد كذا، وما أنت ما تعرفش هو بياخد كام أو إن هو يكون أقدم منك وبياخد فلوس أقل منك، فده ممكن يسبب لك توتر ومشاكل معاهم شخصية وتلاقيهم معاملتهم اتغيرت معاك وأنت مش فاهم إيه السبب أو هم ليه بيتعاملوا معاك بطريقة مش لطيفة. تالت حاجة، إنك تتكلم عن الشركة بطريقة مش لطيفة أو تقول إن الشغل هنا ممل أو تتكلم على مديرك وتقول ده طريقته وحشة أو أسلوبه وحش. أنت ما تعرفش الكلام ده يتسرب لمين، وكلنا عارفين طبعًا إن الناس بتاعة الشغل بتحب اللَك وبتحب الكلام الكتير، فأنت ما تعرفش ممكن يتسرب لمين، وفي الآخر ممكن ده يأثّر على مستقبلك الوظيفي أو يأثّر على سمعتك في الشركة، ودي تبقى حاجة مش لطيفة. الشغل محتاج احترافية وفي نفس الوقت احترام للخصوصية بتاعة كل واحد. قُل لي كده في الكومنتات إيه أكتر جملة من ال3 دول أو أكتر حاجة من ال3 دول لو اتقالت ممكن تأثّر عليك في المكتب؟